السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة شانيل السعدية. كنتمنى في الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال مع فيديو جديد للبغرير اللي كيجي رائع وكيجي سهل في التحضير ودغيا كيوجد عندنا مكونات متواجدين عندنا في البيت. غناخذوا 2 كيسان ديال السميده، غادا نوجدوا بهم هذه الكميه هذه كامله اللي كتشوفوا. فخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. فنبداو على بركه الله في تحضير البغرير اللي غنحتاجو ليه. عندي هنا انا غنضربو في المونينيكس، اللي بغا يديرو بميكسور يديرو حتى في الميكسور تيطلع زوين. عندي هنا 2 كيسان ديال السميده رقيقه، غنزيد عليه واحد المعلقه صغيره ديال الخميره معجونه اولا خميره حبوب ديال الخبز. غندير واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. الكاس اللي عبرت به السميده غنعبر به 3 ديال الكيسان ديال الماء. غنضيف الاول، غنزيد الثاني والثالث، غنبقى نضيف فيه بشويه بشويه. عندي واحد 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات، 2 ساشيات صافي. غادا نطرب هاد السميده هذه مزيان مزيان. كما كتشوفوا السميده كتبغي شويه كتبغي تطحن مزيان مزيان صافي. كنبقى نطربها بشويه بشويه حتى كتبان لي داك السميده كلها ولات بيضه. فضروري ما كنضربوها مزيان مزيان لان السميده كتشرب شويه الماء. مازال غادا نزيد هذاك الكاس اللي عندي مازال. دابا غناخذ 2 ساشيات ديال الخميره، 2 ساشيات الخميره الحلويات. غندير الاولى وغنزيد الثانيه وغنزيد واحد شويه ديال الماء صافي. وغنميكسي مزيان عاوتاني حتى تطحن لي الخميره مع السميده. يعني جوج كيسان ديال السميده رقيقه، درت فيهم 3 ديال الكيسان ديال الماء عامرين، 3 ديال الكيسان العنبه ديال الماء عامرين مزيان. انا شاط عندي هاد شويه الماء هذا، نشوفوا باقي خاصه واحد شويه الماء، يعني تقريبا 3 ديال الكيسان اللي كتهز. انا غادا نضيف هاد شويه الماء اللي كان باقي ليا، واحد ربيع كاس هنايا ديال الماء صافي. غنميكسي دابا مزيان مزيان، يعني 2 كيسان ديال السميده، 3 الكيسان ديال العنبه ديال الماء عامرين صافي. كنبقى نميكسي مزيان مزيان حتى كتخلط ليا داك السميده كما كتشوفوا. غنديرها في غنكبها في واحد الباني هكايا، وغادا نغطيها نخليها واحد 10 ديال الدقائق صافي ان شاء الله، ونبدا نخبز فيه. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيجي شويه مطلوق، لان السميده راه مازال غادا تشرب، ملي غادي يجلس واحد شويه يرتاح غادي يخمر ليا واحد شويه صافي. ونبدا نطيب فيه ان شاء الله. من بعد ما خليت عندي البغرير ارتاح ليا واحد تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، بديت كنطيب فيه. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيجي خفيف، ما كيجيش مدقس من الداخل. هانتوما شوفوا الشكل ديالو تبارك الله كيتثقب عيب بوحديتاعي. كنحط فوق البوطه دغيا كيبدا يتثقب. والبغرير ما خاصوش يكون ثقيل، ما خاصش الخليط ديال البغرير يكون ثقيل بزاف، لان الا كان ثقيل راه ما كيلقاش فين كيخرجوا داك التقيبات ديال البغرير. خاص ضروري العجينه ديال البغرير خاصها تكون مطلوقه. كما قلت لكم 2 كيسان ديال السميده رقيقه ب3 ديال الكيسان ديال العنبه. الكيسان اللي عبرت بهم السميده هما اللي كنعبر بهم الماء. درت 2 كيسان ديال السميده، درت 3 الكيسان ديال الماء، 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات، وشويه المليحه وقريصه ديال الخميره ديال الدار صافي. كما كتشوفوا انا غنكمل. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما كملت البغرير عندي كامله. تبارك الله راه 2 كيسان ديال العنبه خرجت لي هذه الكميه هذه كامله، لان عندي مقله شويه صغيره. فكما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي كله مثقب تبارك الله. كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ما تنسوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا عندي في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا. فعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وصفات ساهلين وسريعين. وشكرا لكم بزاف على المشاهده.